مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. تقييم برامج التصدي والتنمية في المنطقة الغربية، وبحث طرق حماية الأشجار في ملقي. إنجازات كبيرة في مجال مكافحة الإيدز بمديرية مندفرة. مساع عربية لإقناع الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين. درجات الحرارة تنخفض بشكل غير مسبوق في الشرق الأمريكي. وانطلاقة مبهرة لمهرجان الجليد في الصين. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. عقد في مدينة بارونتو اجتماعا في 4 من يناير الحالي لتقييم العمل الذي قام به المواطنون والجيش وشركتي سجن وبالدهول للإنشاءات ومركز تدريب قوات الدفاع ومؤسسة القلال والمواشي وإدارة الإقليم وجهات أخرى في المنطقة الغربية لإنجاح برامج التصدي والتنمية خلال عام 2017 وبحث برامج عمل العام 2018. وأشار التقرير المقدم في الاجتماع إلى تنفيذ أعمال بناء وصيانة السدود والحفائر والآبار والجسور والطرق ومؤسسات الخدمات الاجتماعية ومشاريع المياه وغيرها بمشاركة أكثر من 165 ألف شخص، ومصرفات تقدر بحوالي 49 مليون نقفة. وأوضح منسق المنطقة الغربية للتصدي والتنمية العميد تخلي كفلاي في المناسبة أن العمل كان ناجحا بفضل التنسيق والعمل المشترك وتمهيد الأرضية لحل النواقص والتحديات بالقدرات الذاتية، مؤشرا إلى أن التجربة المكتسبة ستؤدي إلى تنفيذ أفضل وسلس للبرامج المستقبلية. ودعا الإدارات للعمل خلال العام الجديد بالتركيز على برامج إعادة توزيع الأراضي الزراعية ومعالجة انتهاكات القانون وصيانة وتحسين مؤسسات الخدمات الاجتماعية والتشجير وتقوية المحميات وتطوير الإنتاج الزراعي، معربا عن ثقته في تضافر جهود المؤسسات المختلفة لتنفيذ برامج تنموية فاعلة. هذا وتنسق المنطقة الغربية للتصدي والتنمية كافة الأنشطة الزراعية والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية والسياسية في إقليم القاش بركة. بحث اجتماع عقد في ملقي طرق حماية الأشجار وأسباب القطع الجائر للأشجار في المديرية، وحث الاجتماع الذي شارك فيه السكان والجهات المختصة على المشاركة الشعبية الواعية ومساهمة المؤسسات العامة في الدفع بأنشطة حماية الأشجار عامة والأشجار المستوطنة والمعمرة بصفة خاصة. وأوضح مدير مديرية ملقي السيد زرعي برهي أن الأشجار الكبيرة تواجه خطر الانقراض نتيجة أعمال القطع الجائر للأشجار، داعيا إلى تنسيق برامج الحماية ومشيرا إلى ضرورة مشاركة كل القرى في حماية الموارد الموجودة في محيطها. وذكر المدير التنفيذي لإدارة مديرية ملقي السيد تخلاي مانوت زرع بروخ أن برامج هذا العام ستشمل تجميع القرى وإعادة توزيع الأراضي الزراعية وصيانة الطرق والنظافة البيئية. أكد تقرير لوزارة الصحة في مديرية مندفرة عن انخفاض نسبة الإصابة بمرض الإيدز بنسبة 75% مقارنة مع عام 2016 بفضل جهود المكافحة. وقالت مسؤولة مركز النصح والإرشاد الممرضة لتيشيا والماريام أن حملات التوعية المكثفة ساهمت في خفض الإصابة بالإيدز إلى أدنى مستوى، مشيرة إلى الارتفاع المستمر للتحاليل الطوعية للدم، حيث تم التعرف على 3 حالات مرضية فقط من بين 3673 شخص أجروا التحاليل الطوعية. من جانبه أشار مسؤول الخدمات الصحية في مديرية مندفرة السيد برهان هايلي إلى تحقيق نجاحات كبيرة في ضمان رعاية الأمومة والطفولة. هذا ويقدم فرع الصحة في المديرية خدمات تعقيم الأطفال ورعاية الحوامل والصحة الإنجابية والاستشارات الصحية والطب العمومي. قدم أصحاب المؤسسات التجارية في مدينة دماروع مبلغ قدره 21 ألف نقفة لمساعدة الأيتام والمحتاجين في المديرية. وأوضح أصحاب المتاجر أن مساعدة الأيتام والمحتاجين هي من مهام الجميع ولا تخص الحكومة لوحدها. وقال مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية دماروع السيد في السهاية والردي خلال تسليم الدعم أن السكان عامة والتجار خاصة ظلوا يقدمون الدعم للأيتام والمحتاجين، وأشار إلى تقديم الدعم المالي والعيني للمواطنين الذين يعانون من مصاعب مماثلة، موضحا عن وجود برنامج لتقديم الدعم بما يساهم في إيجاد مصادر الدخل.
مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية ومعنا. على الصعيد العالمي، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الدول العربية ستبدأ مساعٍ دبلوماسية لإقناع الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل عام 1967. واجتمع 6 وزراء خارجية عرب في عمان لمتابعة قرار سابق للجامعة العربية ردا على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في تقيير للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. وقالت الجامعة العربية آنذاك أن قرار ترامب سيؤدي إلى الكثير من العنف في المنطقة، ووصفت قرار ترامب بأنه خرق خطير للقانون الدولي. وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو القيط أن الاجتماع الوزاري سيناقش أيضا دور واشنطن في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، التي قالت الدول الأعضاء في الجامعة أنها تتعرض لتهديد بما وصفته بأنه الانحياز الأمريكي لإسرائيل. وأغضب اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل الدول العربية والحلفاء الغربيين الذين يرون أنه ضربة لجهود السلام ويهدد باندلاع المزيد من العنف في المنطقة. هبت موجة شديدة البرودة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وولايات الغرب الأوسط، وسط توقعات بأن تتراجع درجات الحرارة بشكل قياسي لتصل إلى 40 درجة تحت الصفر في بعض المناطق. وامتدت التحذيرات من البرد القارس والطقس المتجمد من فلوريدا إلى نيو إنجلاند وإلى ولايات داخلية في الغرب الأوسط، في حين حذرت الهيئة الوطنية للطقس من هطول أمطار متجمدة من كانساس إلى أوهايو، كما أصدرت السلطات تحذيرات من الصقيع. وتأتي الموجة الباردة في الوقت الذي يبذل فيه العمال جهودا لإزالة الجليد والثلوج من الطرق بعد أن أدت عاصفة ثلجية إلى إغلاق المنطقة خلال الأيام الماضية، وأجبرت مئات المدارس على إغلاق أبوابها، كما أجبرت المطارات الكبيرة على تعليق رحلاتها بسبب الجليد. هذا وقد أدى الطقس البارد والثلوج إلى مقتل 18 شخصا على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية، منهم 4 في حوادث مرور. انطلق في واحدة من أبرد المدن في الصين مهرجان هاربين السنوي للجليد بعرض الألعاب النارية والتي تم رصها بعناية على المنحوتات الثلجية. وافتتح مهرجان هاربين السنوي الرابع والثلاثين للجليد للجمهور لعرض هياكل ضخمة مصنوعة تماما من الجليد، بما في ذلك القلاع والمنحوتات الخاصة بشخصيات القصص الخيالية والمجهزة بأضواء ملونة. ويستمر المهرجان حتى نهاية فبراير، ويشمل أنشطة متعددة منها السباحة في الجليد وحفلات الزفاف الثلجية ومسابقات النحت الجليدي. وقد تم استخدام حوالي 180 ألف متر مكعب من الجليد و150 ألف متر مكعب من الثلوج لبناء 80 ألف متر مربع في المهرجان الذي يستمر لحوالي 3 أشهر. كما تم تشييد مباني تضيء بأضواء ملونة مبهرة تجذب السياح لزيارة المهرجان. هذا ويشارك العديد من الفنانين الصينيين بأعمال النحت على الثلج في المهرجان السنوي، والذي يعد أحد أهم مهرجانات الشتاء في الصين. احتشد عدة آلاف في مكسيكو سيتي للحصول على نصيبهم في روسكا دي ريز، وهو فطيرة عادة ما يتم تناولها في الأعياد. وعمل 6 خبازين ونحو 2000 شخص على الفطيرة، وقطعوها وقدموا الروسكا التي بلغ طولها 1440 مترا وتزن قرابة طنين، حيث تقطع الفطيرة العملاقة بعد ذلك إلى أجزاء كبيرة وتقدم لأي شخص ينتظر الحصول على قطعة. وينظم هذا الحدث السنوي في ساحة زوكالوا بالازا في مدينة مكسيكو سيتي، وتمنح العادة المكسيكية السنوية العائلات والعمال المشاركين فرصة الاجتماع معا ومشاركة قطعة روسكا وشيكولاته. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة، وحتى يجد اللغة تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العام.